ازيكم طلاب الصف الخامس الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل نشيد رسالة معلم صف خامس ابتدائي لغة عربية الترم الأول. وهنقرا النشيد ده ونحل عليه وناخد درس استقصاء، كتابة استقصاء، ونفهمه من كل حاجة نحل عليها ان شاء الله. عندنا رسالة المعلم بقى، اسم النشيد رسالة المعلم. هنقرا النشيد ونفهمه. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف وأجل من الذي يمني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى. أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل. وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيل. عندنا بقى ايه احمد شوقي، المعلومات عنه. احمد شوقي الملقب بامير الشعراء، هو والد في القاهرة عام 1868، ودرس بالمرحلة الثانوية بالمدرسة الخديوية، اسم مدرسته الخديوية. وفي عام 1883 التحق بمدرسة الحقوق، ثم سافر إلى فرنسا عشان يدرس الأدب والحقوق، وألف الكثير من الأشعار والمسرحيات الشعرية، وهو توفى عام 1932. ألقيت هذه القصيدة في حفل إقامة نادي مدرسة المعلمين العليا، ومن ديوان الشوقيات. ده كده خدنا نبذة عن أحمد شوقي، يعني معلومات عنه. عندنا بقى ايه، هنحل التدريبات بتاعته. بعد قراءتك النص أجب عن الأسئلة الآتية. ده علامة صح أو غلط أمام العبارة الصحيحة. بيقولك استحق المعلم أن يكون أشرف إنسان لأنه يصنع الأجيال، هنقول صح. إيقاع الموسيقى القصيدة جاء من نهاية الأبيات بحرف الميم، هنقول غلط. عشان نرجع، هو آخر حاجة بيقولها لك حرف اللام ألف اللي هو لام، فهنقول غلط. ماشي. لن يخرج العقل من ظلمات الجهل إلا بنور العلم، هتكون صح. بعد كده مكانة المعلم تكاد أن تقرب من مكانة الرسول، هتكون صح. الله هو المعلم الذي علم الأقوام السابقة والأولى، هتكون صح. تمام. بيقولك ضع خط تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أخرجت هذا العقل من ظلماته، المقصود بظلماته زي ما بيقولك أهو في السؤال. السؤال اللي هو ايوه، اللي هو السؤال رقم ج في صح وغلط، بيقولك ان هو لن يخرج العقل من ظلمات الجهل الى بنور العلم، فهتكون صح. فانا يقولك ايه، ما المقصود بظلماته؟ المقصود بظلماته الجهل. الفكرة الرئيسية للأبيات: قيمة الدعاء، فضل المعلمين فضل العلم والمعلمين، عظمة العقول، هتكون فضل العلم والمعلمين. بعد كده بيقول بقى ايه، الفكرة التي لم ترد في الأبيات هي الأنبياء ودورهم والنواتج التعلم، ولا توقير المعلمين. توقير المعلمين بقصد ان المعلمين يعني اللي هو مش حلوين، يعني اللي هو بيوقروهم يعني. فهتكون نواتج التعلم ان هو ما قالش ان التعلم بيساوي كذا والكلام ده، وقال الأنبياء ودورهم والكلام ده، بس ما قالش نواتج التعلم. بيقولك بقى ايه، استغرق من النص. مرادف التعظيم ايه؟ مرادف التعظيم التبجيل، زي ما بيقولك قم للمعلم وفيه التبجيلة، يعني التبجيلة معناها عظم المعلم. مضاد يهدم ايه؟ مضاد يهدم يبني. مفرد ينابيع ينبوع. جمع القرن القرون. بيقولك أجب عما يلي. قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. علمت أشرف أو أجل من الذي يمني وينشئ أنفسا وعقولا. من الذي يخاطبه الشاعر في البيت؟ هيكون ايه؟ هيكون المتعلمين، ان هو بيخاطب المتعلم اللي في المدرسة. بيقولك هات من النص امر واستفهام وترادف وتشبيه، هنقول ايه؟ اللي هو امر، هنقول قم للمعلم وفيه تبجيلة. بعد كده ترادفا او تشبيه، أو التشبيه هيكون كاد المعلم ان يكون رسولا، لكن الترادف هيكون يبني وينشئ. يبني وينشئ دول بمعنى الكلمة، فنقول عليهم ترادف. تمام. ما الكلمات التي توجد فيها عاصفة أو مشاعر قوية بالنص؟ عبر عن هذا الشعر عن احترامه للمعلم، هنقول ايه؟ أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. عشان ندخل على اللي بعده، بيقول ايه، اكتب البيت الذي فهمت منه كل معنى مما يلي. نزل كل رسول بكتاب له يعلم قومه ويهديهم ويخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الهداية، هيكون ايه؟ هنقول
أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. كيف احتراما للمعلم فهو في مكانة الرسول. هنقول ايه؟ قم للمعلم وفيه تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. بيقولك ليس هناك أشرف مما بين من يبني عقول الناس. هتقول أعلمت أشرف أو أذل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. تمام. بعد كده بيقولك ايه؟ هل ترى أن موضوع القصيدة مناسب لكل زمن ولماذا؟ لكل زمن. نعم. هنقول ليه بقى نعم؟ لأن المعلم له مكانة كبيرة في كل الأزمنة. بعد كده بيقولك ايه؟ ما الآداب التي ينبغي على الطالب على طالب العلم أن يتحلى بها مع معلمه؟ هنقول التبجيل والوقوف في احترامه وإطاعته، لا نطيعه يعني. واحنا في السؤال رقم ده رقم 2 في النشاط د. شوط 2 هي حدد التعبير الأجمل موضحا السبب. للمعلم مكانة عظيمة. أخرجت هذا العقل من ظلماته كاد المعلم أن يكون رسولا، ولا أخرجت هذا العقل من جهله؟ هنقول اللي هو دي كاد المعلم أن يكون رسولا. ليه بقى؟ إنه تشبيه يدل على مكانة المعلم. هنقول ايه تاني رقم ب؟ هنقول أخرجت هذا العقل من ظلماته، تعبير يدل على تأثير حياة البشرية. تمام. وهنقول بقى ايه؟ اقرأ وفكر ثم ناقش. تمام. أيهما أقل في عدد الكلمات؟ أيهما أجمل من وجهة نظرك؟ أيهما له إيقاع في أذنك؟ هل هناك التشبيه في الشطر ووضحه؟ والتشبيه حسن المعنى واختصارته في كلمة بسيطة ومعبرة. هنقول أيهما أقل في عدد الكلمات؟ هنقول ثاني. وأيهما أجمل برضو هتكون ثاني. وأيهما له إيقاع في أذنك هتكون ثاني برضو. تمام. وهل هناك تشبيه في الشطر؟ هيكون نعم، فإن التشبيه المعلم يشبه بالرسول. تمام. بعد كده بقى ايه؟ هندخل على اللي بعديه. ايوه الصفحة دي. هنقول ايه بقى؟ الجمل والمبتدا والخبر علامة الرفع سبب. عايزني املى الجدول ده في المثال. الجمل: الحاسوب جهاز متطور، الطائران مختلفان، العلماء أذكياء، السمارات ناضجات، المدربون ماهرون. الحاسوب جهاز متطور، الحاسوب دي مبتدا، الخبر جهاز، علامة الرفع الضمة لأنه مفرد. طب الطائران مبتدا، الطيران هنكتب الطيران في المبتدا، والخبر محلقان، وعلامة الرفع الألف لأنه مثنى. العلماء أذكياء هتكون العلماء، والخبر أذكياء، علامة الرفع الضمة لأنه جمع تكسير. الثمرات ناضجات هتكون الثمرات هي المبتدا، والخبر هتكون الناضجات. تمام. وهي هتكون علامة الرفع الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. بعد كده المدربون في مبتدا، وماهرون خبر، وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. تمام. بيقولك بقى ايه؟ اختر علامة الرفع الصحيحة مما بين القوسين. الرجلان شديدان، الواو ولا الألف ولا الضمة؟ هتكون الألف لأنه مثنى. النجوم مضيئة، هتكون الضمة لأنه اسمه ايه ده؟ ضمة اللي هي جمع تكسير يعني. النحو سهل، هتكون الضمة لأنه مفرد. بعد كده بيقول ثم تحته خط مما بين القوسين. القصص مسلية. وعايز بقى هنا الشاطر اللي هيقول لي هو ايه الغلط فيها. التشكيل بيقولك القصص مسلية، فهنقول التصوير بتاعها القصة مسلية. هنقول السبب لأنه جمع تكسير. بعد كده المذيعين فصيحان. ايه بقى الخطأ؟ هتكون المذيعين، مكتوبة غلط، لا المذيعين، فهنقول التصوير مذيعان لأنه سبب مثنى. الأغنياء متصدقين. الكلمة الكلمتين دول كلهم على بعض غلط. هتكون ايه؟ الأغنياء متصدقون، عشان هنا بيقول الأغنياء. تمام. لكن التانية متصدقين. تمام. فبعد كده بقى بيقول ايه؟ النساء عاملات. التصويب ايه؟ النساء عاملات. السبب بقى ايه؟ جمع مؤنث سالم. بيقولك عبر عن صورة بقى بأربع جمل، ده انت تحلها مع نفسك بقى يعني. الحاجات السهلة دي انتوا تحلوها مع نفسك. بعد كده بقى بيقول ايه؟ استخرج الفعل من الجملة الآتية مبينا علامة الرفع. تمام.
ده ممكن اخليها لكم واجب، اللي هو يعني حاجات سهلة وخدنا عليها التدريب اللي فات اللي هو كان ده، فممكن تحلوها مع نفسكم. فاحنا بقى ايه، هندخل على الدرس اللي بعده، وهو درس آه ايوه الدرس اللي هو كتابة اسمه إيه؟ كتابة نموذج الاستقصاء. هنا الأسئلة اهي، وهتقول دائما ولا أحيانا ولا أبدا، ولازم نعرف الأول يعني ايه استقصاء أصلا، واستقصاء يعني ده. الاستقصاء بقى، كتابة استقصاء. الاستقصاء هو جمع معلومات عن هو جمع معلومات لافتتاح أو رحلة ستقام لتقديم الشكل الأفضل. تمام، هي تكون رحلة أو عرض عشان ستقام لتقديم الشكل الأفضل. العنوان بقى هو بيعبر عن موضوع الاستقصاء. طب المقدمة، الهدف من إجراء هذا الاستقصاء على شكر الأسئلة، يعني اللي هو بيقولك خدت وقتك شوية عشان بنشكرك إن أنت حليت الأسئلة دي. طب الأسئلة الشخصية بقى إيه؟ جمع المعلومات عن شخص مثل العمر والاسم. تمام. أسئلة الاستقصاء، معلومات عن المشروع أو رحلة، اللي هو بيقولك أسئلة الاستقصاء يعني أنت معلومات دي هتكون إيه وعن المشروع والكلام ده. الخاتمة بقى هتكون الشكر على وقت وحل الأسئلة زي دي بالظبط، اللي هي المقدمة. مقدمة وخاتمة شبه بعض. تمام، دي عن عبارة كتابة استقصاء، يعني حاجة سهلة جدا، أنا بس عرفتها لك يعني. ندخل بقى على التدريبات. بيقولك بقى ايه في البداية، اجب عن هذا الاختبار البسيط لتتعرف قدرتك على تحديد اولوياتك. ده هنا دي يعني عادي كده، اولوياتك تدريب يعني، لو مش عن الاستفسار التدريب هيكون الصفحة اللي بعدها، بس هنحلها عشان تستفيدوا. في البداية اجب عن هذا الاختبار، احنا قلنا الحتة دي المهمة، وتقول يا دائما يا احيانا او ابدا، تعمل صح على كل حاجة انت بتعملها. وفضي معظم اوقاتي في اداء اشياء مهمة. ممكن تقول بقى ايه، انت على حسب انت بتعمل ايه، ممكن تقول دائما او احيانا، عبر عن نفسك يعني. تمام. اقول لا للاشياء التي تضيع وقتي وغيره مهمة، هنقول طبعا ابدا. انفذ المهام المطلوبة مني في الوقت المحدد. طب براحتك، اللي هو يعني شوف انت هتعملها دائما ولا احيانا والكلام ده، يعني اللي هو عشان وقت الحصة بس انت تشوف الاولويات بتاعتك، ترتب انهي اولوياتك وانهي الاهم، عشان كده بيقولك نص معلوماتي الاهم فالاهم، يعني لو انت تشوف الحاجات المهمة عندك وفي الاهم منها. تمام. بيقولك بقى ايه، هنحل بعديها بقى عن حاجات كده. ثواني. ايوه، هو جمع استقصاء هتكون صفحة 57 في كتاب المدرسة. تمام. ثواني. ايوه هي دي. استقصاء لجمع المعلومات، نموذج الاستقصاء. اقرأ ثم أجب. المثلجات اللذيذة، نحن نفكر في افتتاح عربة مثلجات، لذا أشكرك مسبقا على الموافقة لحل الأسئلة الخاصة بأنواع المثلجات المفضلة لديك. سنحتفظ بإجاباتك بشكل سري، وستساعدنا هذه الإجابات في افتتاح عربة مثلجات التي ستوافر بها ما تفضلون كله. ما اسمك؟ هتكتب اسمك محمد، جورج، مروان، أي اسم. عمرك انت في الصف الخامس، فتقول عندك 10 سنين. محافظتك القاهرة، الدقهلية، أسوان، إسماعيلية، تكتب المحافظة اللي انت فيها. تتناول المثلجات بشكل يومي ولا أسبوعي ولا شهري ولا غير محدد. أنا عن نفسي بجيبها بشكل أسبوعي، لا مش أسبوع، أنا بجيبها غير محدد يعني في الوقت اللي أنا عايزه. شوف انت بقى بتتناولها بشكل ايه. عندنا بقى أسئلة المثلجات أقصد. هل تحب شراء طعم واحد في المرة الواحدة من المثلجات؟ هنقول انا عن نفسي بقول احيانا، بس انت شوف انت بتقول ايه. هل جربت الفاكهة المقطعة داخل المثلجات من قبل؟ انا عن نفسي لا، فاقول ابدا، وانت شوف انت عن نفسك ايه. هل تفضل قرب مكان المحل من مكان سكنك؟ انا عن نفسي اقول انت شوف هتعمل ايه. هل تتأكد من نظافة المكان قبل الشراء؟ هنقول دائما اللي هي برضو. هل لديك حس بمغامرة لتجربة أطعمة جديدة من المثلجات؟ هنقول أحيانا. أنا عن نفسي شوف أنت هتعمل إيه. هل انتشار دعاية المكان وتنوع أساليبها يحمسك لشراء المثلجات من المحل؟ أنا عن نفسي هقول نوع خصومات ليها حاجة حلوة بتحمسني إن أنا أشتري. شوف أنت عن نفسك هتكون إيه.
هل عمل خصومات وعروض يحمسك لشراء المثلجات؟ انا برضو عن نفسي بعد كده، هل تفرح اذا احضر لك صديقك مثلجات هدية عند زيارتك له؟ هنقول انا عن نفسي كده. شكرا على وقتك، تأكد انك ساعدتنا في تطوير وتنفيذ مشروع عربة المثلجات بشكل مميز يرضي العميل. هذا الاستقصاء يهدف الى جمع المعلومات عن الاطفال فقط ولا الكبار فقط ولا الاعمار كلها؟ طبعا هتكون الاعمار كلها. هذا الاستقصاء موجه الى الذكور فقط ولا الاناث فقط؟ هنقول الذكور والاناث، مش حاجة محددة. الاستقصاء منقسم الى 4 اجزاء، هي ايه بقى؟ هي المقدمة والخاتمة وأسئلة الاستقصاء. وكده احنا قلنا كام حاجة؟ واحد، قلنا المقدمة والخاتمة وأسئلة الاستقصاء وأسئلة شخصية، كده 4. ماشي. المقدمة تنقسم إلى ركنين أساسيين، هما المقدمة والخاتمة. طيب الخاتمة تحتوي على ايه بقى؟ على الشكر والشكر على حل الأسئلة. تمام. هنا بقى بيقولك نموذج كتابة استقصاء. اجرى استقصاء لجمع المعلومات عن النباتات والمفضلة وزراعتها في فصل في فناء المدرسة بمساعدة معلم مستعينا بالتحليل قدامك. المقدمة زي ما قلنا الشكر على حل الأسئلة وجمع المعلومات عن أنواع النباتات وفوائدها والحفاظ عليها. الأسئلة الشخصية تكتب اسمك ونوعك لا ذكر ولا أنثى. وهنا بيقولك بقى تقرا اللي هو رقم 1 و2 اللي هي أسئلة الاستقصاء والكلام ده. وكده بس يعني نكون خلصنا الدرس بتاعنا. وهسيب لك الصفحة دي واجب في كتاب المدرسة لو انت مش حليلها، او لو انت حليلها راجع عليها عشان هتيجي في الامتحان. والصفحة دي حلها مهمة جدا. وكده ان شاء الله نكون خلصنا الدرس بتاعنا. اشوفكم في درس القادم، والى اللقاء. ويكون الدرس القادم ان شاء الله هيكون عن يا اما العلوم يا اما الدراسات. الدرس الثالث في الوحدة التانية، او العلوم المفهوم التاني او المفهوم التالت، اقصد الدرس التاني. تختاروا انهي؟ اكتبولي في الكومنتات وانا عامل على المنتدى بتاعي اللي هو السؤال كده، انتوا تختاروا انهي اللي انتوا عايزينه. كده نكون خلصنا الفيديو، وباي باي.